اكيد ولادك في الطلعه وفي النزله هاتي 5 جنيه، لا هاتي 10 جنيه، عايزين نجيب حاجه حلوه، لا عايزين مصروفنا. طب ايه رايكم بقى ان النهارده هعمل لكم فكرتين ونوفر فلوسنا وهنعمل لهم الحاجه الحلوه دي في البيت. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم وعجبوا اولادكم دعموني بلايك كتير ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه معايا حله ضفت ليها ربع كوبايه من الزيت، استنيت لما الزيت سخن شويه كده وابتديت ان انا اجيب ايه. بصوا بقى اللي انا جبته دوت من عند مش العطار، في قسم كده في السوبر ماركت بيبيع العطاره والحاجات اللي هي البقوليات والحاجات دي، لقيته عنده. الحقيقه انا معرفش اسمه ايه، لو انتوا عرفتوا اسمه ايه انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات، بس انا سالته هو بيتعمل ازاي، قال لي ده حلو جدا وقعد يشكر لي فيه. هتضيفيه في الزيت وتفضلي تقلبي كده هتلاقي إيه بيكبر كده، كل ما تقلبيه تلاقيه بيكبر معاكي ويبقى زي السناكس كده. في الحقيقه ايه جربت قلت له طب هات ب5 جنيه، ما كنتش اعرف ب5 جنيه يعمل كميه كبيره، ده دول الحبه اللي اتبقوا من ال5 جنيه، يعني انا مجرباه قبل كده. قعدت اقلب فيه وعايزه اقول لكم ان انا اكلت منه اكل اكتر ما الولاد اكلوه. طعمه يا جماعه فوق الرائع، حلو جدا جدا. مش عارفه مكوناته ايه، تقريبا يبقى ذره او حاجه زي كده، بس عايزه اقول لكم ان هو طعمه حلو قوي. كل ما تاخدوا حبه تاخدوا اللي بعديهم لحد لما تخلصوا الكميه كلها. قلبته تقلبتين، ما بياخدش وقت خالص على النار، وكمان ما بيشربش زيت. وسبته كده على جنب، وما تضيفيش عليه ملح ولا تضيفي توابل ولا اي حاجه، هو اصلا طعمه مملح. طب تعالوا نعمل بقى حاجه حلوه. عملت ايه؟ كان عندي شوية ذرة فشار او قرن. بنعملها ازاي بقى الذرة الفشار؟ بصي بقى بتجيبي واحدتين كده وتحطيهم في الزيت، تضيفيهم في الزيت، تستني لحد لما واحدة فيهم تفشر، يعني تعمل فشاراية كده. بعد كده بجيب ربع كوباية من الفشار او نص كوبايه، وابتدي ان انا اضيفها في الزيت وافضل اقلبها لحد لما الفشار هنا يكتسب من السخونيه بتاعه الزيت. في الوقت دوت بقى احنا عايزين نعمله حلو. معايا مكعبين من الشوكولاته الخام او اي نوع شوكولاته انتوا بتحبوا. اول لما هتضيفي هنا الشوكولاته هتهدي النار خالص عشان الشوكولاته ما تتحرقش معانا. هتهدي النار خالص وتسيبيها بقى لحد لما كل الكميه تفشر كده مع بعضها ويبقى فشار بالشوكولاته، وتقلبي تقلبتين والله عملنا حلو وعملنا حادق. تفتكروا بقى كل اللي انا عملته ده بالكميات دي كلها هيكلفني كام؟ ولا حتى كلفني 5 جنيه يا جماعة. والله خلينا نوفر، لان دلوقتي كيس الشيبسي معرفش وصل ل5 جنيه ولا 7 جنيه. الشوكولاتاية اللي هي الهوهوز العادية اللي كانت ب2 جنيه و3 جنيه بقت ب7 جنيه. حاجات كده واسعار انا اول مرة اسمعها. طب وايه رأيكم لما نعمل الحاجات دي في البيت؟ واقول لكم على حاجة، الولاد بيتبسطوا جدا جدا من الحاجات ديت، واحنا عملناها في بيتنا وما كلفتناش كتير. ولازم طبعا البيبسي الدايت علشان انتوا عارفين الرجيم. انا كده خلصت فيديو النهارده، ادعولي دعوه حلوه بقى ان صوتي ما يروحش وما عياش اكتر من كده. بحبكم جدا جدا، لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك كتير وشير كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.